خبير الميكانيك مقدم لكم من طرف ميكانو المغرب وأفريقيا. أخوتي الحريفية، السلام عليكم. إن شاء الله غادي نشارك معكم الجواب السؤال ديال السي حسن من مدينة الدار البيضاء. السؤال تيقول: عندي سيارة كورية الصنع، محرك 2 لتر ديزل 2012. المشكل ديالها فاشلة في الطريق وكتخرج الدخان كحل، زائد الكونسوماسيون تزادت، والدياغنوستيك عاطي في الميموار بي 0234 سورشارج موتور ديفيكتيو. خويا حسن، خاصك تعرف بلي المشكل الرئيسي هي لابريسيون ديال السيراليمونطاسيون، اما كونسوماسيون ديال الكاربيرون فهو مشكل ثانوي كيرافق دائما المشكل الاول، ونقدروا نتاكدوا منه بالكونترول ديال الروتور ديال لي زانجيكتور. اول حاجه غادي تكونترولي هو الفلترير، الا كان مخنوق ما غاديش يخلي الهواء يدخل مزيان، وإلا ما دخلش الهواء مزيان الضغط اللي غادي يكون من وراء التيربو غادي يكون قليل. ثاني حاجه هو تشوف واش كاين شي فويت في لي دوريت ديال السيركو داليمونطاسيون ولا او نيفو ديال الانتركولير. غادي ديماري وتبدا تكسيري وتشوف واش كاين تصفار ولا كاين شي بلاصه اللي فيها الفويت كتكون شويه مزيته. ثالث حاجه هو تاكد من النظافه ديال الانتركولير، حيت هو اللي كيبرد لينا الهواء اللي كيخرج مضغوط وتزادت الحراره ديالو من وراء التيربو. رابع حاجه كتحيد الدوريتا ديال لادميسيون اللي راكبه في التيربو وكتقلب ليه الجو اكسيال والجو ديال التوربين. خامس حاجه غتقلبها هي ديك الفان دو ريغيلاسيون ديال البريسيون سيراليمونطاسيون، فراه تتقلب واحد البومب كتكري فيها بريسيون ولا ديبريسيون وكتشوف واش كاين فيها الفويت. سادس حاجه غادي تتاكد من لا ديبريسيون اللي خارجه من البومبافيد واش كافيه ولا خصك تبدل البومبافيد. واخر بياسه اللي غتبقى تخلق لك هذا المشكل هي الالكتروفان ديال البريسيون سيراليمونطاسيون. غادي تقلب لا ديبريسيون من وراه ملي غادي تبدا تكسيري وتنقص، تكسيري وتنقص، وغادي تشوف واش كيتبدل لا ديبريسيون ولا لا. اخويا حسن، الا درتي هاد لي كونترول كاملين وبقى عندك نفس الديفو فراه خاصك تبدل الكالكيلاتور، راه عندك ديفو انتر. كنتو مع خبير الميكانيك قدم لكم من طرف ميكانو المغرب وافريقيا.